أكلة من الأكلات السريعة جدا، هتنفع معاكي فطار وكمان غدا، وتنفع قوي للعشاء. طعمها لذيذ جدا وحرشة كده وتفتح النفس. تعالي نشوف مقاديرها عاملة ازاي وكمان طريقة تحضيرها. عندي هنا طاسة على النار، 4 معالق من الزيت كبار، هبتدي أسخنهم كده دقيقتين 3. وعندي بعد كده حبايتين من الطماطم مقطعاهم مكعبات صغيرة، والتقطيعة طبعا حسب رغبتك، عاوزة مكعبات كبيرة تمام، عاوزاها صغيرة مفيش مشكلة. هنشوح مع بعض الطماطم كده، عاوزاها تنزل صوص بسيط بتاعتنا، دبلت حاجة بسيطة كده. هننزل بعد كده بالفلفل الأخضر مقطعاه كده مكعبات صغيرة، وهندي تقليبة حلوة لكل الخضار الجميل ده، ونسيبه برضو دقيقتين كده لحد ما الفلفل يدبل، تكون النار متوسطة تحتيها. في الوقت ده انا هزود نص كوباية من المية عشان تعمل صوص او تسبيكة كده للطماطم. دي بتبقى تركاية ضروري قوي عشان تاخدي صوص حلو كده للبيض. هننزل بعد كده بربع معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الأسمر، ونسيب بقى كل الكلام الحلو ده يغلي شوية حوالي 5 دقايق لحد ما المية دي تتبخر خالص والطماطم والخضار يتسبكوا. ممكن تغطي بغطا حلة وممكن تسيبيها كده عادي، ما حطناش بهارات، ما حطناش حاجات خضروات كتير، هو طماطم وفلفل بس. ممكن تستغني عن الفلفل الالوان لو مش حابه، اللي هو الاحمر خليه اخضر بس. الطماطم في نص التسويه كده وهي بتاخد حوالي 7 دقايق على نار متوسطه. شكل الخضار بتاعي بعد ما استوى كده، الصوص نشف من عليه، بس فاضل فيه حاجه بسيطه انا عاوزاه في الدرجة دي من التسوية، عاوزاه يبقى فيه برضو صوص. هننزل بعد كده ب3 حبات من البيض، وعدد البيض براحتك، ممكن بيضتين ممكن 3، وتكون النار في الوقت ده هادية قوي تحتيها. وانا بحب اوزع كده البيض بالشكل ده عشان ياخد التسوية المظبوطة بتاعته، ما تكونش حتة طرية وحتة ناشفة. وبغطي بغطا حلة واسيبها 3-4 دقايق تكمل التسوية بتاعتها، بس هديها رشة فلفل اسمر كده على الوش. الوجبة بتاعتنا زي البيتزا بالظبط، الوانها حلوة وطعمها لذيذ وكمان مش مكلفة خالص. وده شكل طاسة البيض كده بعد ما خلصت معانا. انا مهدية النار خالص عليها، بتاخد حوالي 5 دقايق كده لحد ما الصفار والبياض يجمدوا معانا. ممكن تقدميها زي القرص كده، وممكن كمان تقلبيها بالمعلقة. انا حابة طبعا اقلبها كده، شايفين شكلها بيتغير خالص من القرص. اطعم شكشوكة بيض هتعمليها بمكونات كلها في المطبخ، مش هتاخد 3 دقايق، سهلة وسريعة ولذيذة جدا، وهتفتح النفس من اول مرة، مغذية قوي وتنفع معاكي فطار وكمان للعشاء وللغدا. طاسة البيض بالخضار، طاسة البيض بالطماطم، شكشوكة البيض السريعة بطعم ولون وريحة مفيش احسن من كده. طاسة فطار في منتهى الجمال.